الكلام ده بقى. يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا أنا جايلكم النهاردة بروتين جديد وفيديو جديد، وجاية بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الإسراء والمعراج. أنا وأنا صغيرة كنت بشوف إن ده، أنا ما كنتش عارفة حكاية الإسراء والمعراج ده إلا من المدارس يعني، بس مش عارفة ان اليوم ده كان بيبقى موسم عندنا، فانا مش عارفة ان ايه يعني احنا بنعمل اكل ليه. فدلوقتي طبعا عودوا ولادكم وعرفوهم ان دي رحلة الاسراء والمعراج اللي ربنا بدل حزن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام لفرح وسرور. ربنا يا رب يبدل احزاننا كلنا وهمومنا لفرح وسعادة، ويرزقنا كلنا سعادة الدنيا والآخرة. طبعا اليوم ده يوم الإسراء والمعراج اللي هو يوم 27. طبعا كنت صايمة وولادي صايمين، كل البيت صايم، فأنا حبيت أعيشهم يوم من أيام بقى شهر رمضان. بندرب نفسنا علشان طبعا أوريكي لو في رمضان طبعا بنبقى صايمين هتقومي تعملي ايه. انا طبعا في رمضان ببقى قايمة قبل اذان الظهر، يعني بحب ان انا اقوم 10 11 كده. ليه بقى؟ علشان طبعا بدي لنفسي نشاط، بروق، هطبخ، بحب اخلص حاجتي بدري بدري، واخلي قبل الفطار ده الحاجات اللمسات الاخيرة بقى عشان اعرف اصلي ونعرف بقى نقرا قرآن وكده. فانا هعيشك النهارده يوم من ايام شهر رمضان الكريم، خليكي معايا والله هتستفادي ان شاء الله وهتطلعي متنشطه مش كسلانه. طبعا هنا انا قمت روقت الشقه كلها من بره، بس دخلت هنا اوضه الولاد حبيت اغير الدفايات، قلت يلا نعمل مع بعض. طبعا هنا انا كنت قايمه الساعه 9، مش هقولك 10 ولا 11 ولا 12 ولا 8، لا 9، لان طبعا ولادي كنت عايزاهم يناموا شويه علشان طبعا صايمين يقضوا حياتهم في النوم، فهم كانوا اساسا في دروس. فانا استغليت بقى ان انا هقوم اصحيهم وينزلهم وابتدي اعمل بقى الشقه. على ما خلصت بره كان خلاص بقى داخله اوضتهم، كنت صحيتهم وفطرتهم ونزلتهم. حبيت بقى انا اروق الاوضه، افتح الشباك اهوي بقى الدنيا وادخل شمس ربنا كده، والنور الرباني ده حاجه طبيعيه. طبعا قلت اشيل الدفايات بقى عشان اشغل عليها واروق الاوضه ترويقه بقى حلوه كده اقلبها. مرة أنا بعمل أوضة النوم وبعدها بيوم أو يومين بعمل أوضة الولاد، يعني ما بحبش أقلب الشقة كلها مرة واحدة عشان ما اتعبش، وفي نفس الوقت أنا عاوزاكي تعملي كده ما تتعبيش، يعني ما تتعبيش نفسك. مرة أعمل أوضة تنظيفة معتبرة، وبعد كده بقيت الشقة على السريع. كل مرة اعملي حاجة كده تلاقي شقتك طول الأسبوع زي الفل. مسكت السرير الأولاني لمعته تلميعة حلوة، ولمعت الشباك وفتحت الدنيا، ومسكت هنا فردت الدفايات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا ما بفردش على الدفايات ملايات، انا كنت الاول بحط ملايه تحت الدفايه بس بحس انها يعني مش كتر غسيل، طبعا البيت ما بيخلاش من الغسيل كل يوم فهنوفر بقى. فانا استغليت ان الدفايه بتبقى اساسا قطيفه فبتمسك في الجوده بتاعه المرتبه ما بتتزحزفش، لكن لما بفرد ملايه بتتزحزف كده، وكل يوم الاقي السراير مكركبه. انتوا شفتوا المنظر اول ما فتحت الفيديو كده اللي الحفا وكله فوق بعضه. انا هنظمها واخليها زي الفل وهتترتب كده وهتحسي براحه نفسيه، ومنها تسليه ان انا بصايمه فبسلي نفسي. يعني انا باخد الصيام ده في شغل البيت، بسلي صيامي، مش بسلي صيامي بقى اقعد انام او اقضيها نوم او كده، لا. بيقولك من جد وجد ومن زرع حصد. فعايزاكي تقضي كده في رمضان ان شاء الله، تقومي تروقي كده. انا كنت الاول ولادي صغننين كنت بحب اروق من بالليل قبل ما يناموا، عشان طبعا ما اقومهمش الصبح، لكن دلوقتي ما شاء الله يعني كبرهم فهم كده كده بينزلوا دروسهم، فانا الشقه قدامي بتفضى. فانت لو ولادك صغننين ممكن تروقي الاوضه من بالليل قبل ما يناموا، تغيري الدفات وكده وتنيميهم على اساس ان انت الصبح تقومي تخلصي بقيه شقتك وهم نايمين ما تصحيهمش. لكن لو زي حالاتي بقى وكبرهم فعادي بقى يفلسعهم، ابتدي انت بقى اتنططي في الشقة، اي مكان عاجبك اعمليه. هتقولي لي الجو برد، هقول لك الجو برد بس الشغل بينشط وبيسخن وبيجري الدورة الدموية كده. كل ما تشتغلي تحسي ان انت سخنة، جسمك كده بيسخن وبيدفى، لكن طول ما انت قاعدة هتحسي بالبرد وتحسي ان انت قاعدة كسلانة.
فمتشجعة ولا لسه كسلانة؟ انا عاوزاكي متشجعة، مش عاوزاكي كسلانة ابدا، وعايزاكي تقومي يلا تشوفي ايه اللي عندك عايز يتروق او ايه اللي يتنضف. يلا احنا هنعمل النهارده شغل كتير، هوريكي يومي مليان، هنعمل حلو وحادق. يوم رمضاني رمضاني فاخر من الاخر. انا عاوزاكي النهارده انا اوريكي الموسم بتاعنا بنقضيه ازاي. طبعا احنا بناكل كل يوم. مع غلاء الاسعار برضو مش هنبطل اكل، بس بنجيب على قدنا. مش هقولك اعملي قد ما اقدر، والله المهم اليوم ده امليه بيتك خير، عشان ان شاء الله يبقى طول السنة عندك الخير كله. طبعا هنا كان عندي غسيل مشغله عليه من بالليل، فطبعا الغسالة كانت خلصت، قلت اطلعه وانشره. وكان عندي غسيل منشور لميته وهطبقه وهرصه. فطبعا هنا الغسالة هتعمل معايا تفصل كهرباء، فهبتدي اشتغل على الغسالة النص. شوفي بقى اما تكوني صايمة وابتدي بقى اغسلي هنا واعملي وكده، والله انا اتنفخت نفخة بصراحة. بس حاسة ان انا راحة نفسية، شقتي زي الفل. عملت حاجات كتير قوي. هتستفادي ان شاء الله، هتتشجعي وان شاء الله تقومي تعملي. طبعا هنا شلت بقى المشايات وكله. انا عايزه اطلع في البلكونه، بس عندي البلكونه بصراحه بقى لها كام يوم عشان الجو كان مش حلو. الغسيل ما بيخلاش منها، ما بتخلاش من الغسيل يعني. فهنا طبعا قلت الم الغسيل بقى اطبقه، اللي انا كنت نشراه قبلها بيوم، وقلت احط بقى اللي انا طلعته من الغسالة هنشره دلوقتي، وهرجع اشغل على الدفايات، فالغسالة هتقف هشغل بقى على الغسالة النص. فانا عاوزاكي تتصرفي وتعملي كل حاجتك بكل راحة بكل حب. انا يومي في رمضان يا جماعة بيبتدي بكده، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. فانا عاوزاكي في رمضان يبقى ده يومك. انا هوريكي روتين رمضاني، يعني تقومي في رمضان كده ان شاء الله، تبتدي بقى سجلي الروتين ده عندك، هتقومي وتعمليه ان شاء الله. وهيبقى عندك وقت تصلي، عندك وقت تقري قرآن، عندك وقت تتعبدي كده، ويبقى ما اهملتيش بيتك وما اهملتيش برضو العبادات بتاعتنا. ماشي، احنا بنصلي وبنقرا قرآن في الايام العادية، بس بنكتر في رمضان. فمش عايزاكي تقضي رمضان كله نوم، لان طبعا النوم هيجيب لك كسل. فلو هتقومي تعملي فطار امتى واليوم بيجري. وخدي بالك احنا في الشتاء الساعه ما فيهاش بركه اساسا، فلازم تبدري. انا في رمضان بصحى ان شاء الله 9 10 كبيري، لكن في الايام العاديه ممكن اصحى 8 7:30، عشان طبعا اصحي ولادي وبيبقى عندهم دروس وكده. فطبعا هنا المدرسين هيبتدوا يغيروا لهم المواعيد، فهيبقى صحيانهم مثلا من الساعه 10 11، فانا هكون صاحيه قبلها بساعه. عندي على ما اتنشط كده عندي حبه غسيل. اول حاجه هوريكم في رمضان برضو بدخل اعمل ايه. انا هنا بديت بالشقه كلها، وهبتدي ادخل المطبخ، عشان طبعا لما ادخل المطبخ ما اطلعش منه الا ساعه الفطار. فعاوزاكي متشجعه، مش عاوزاكي كسلانه ولا تكسلي. العقل الباطن اما بتيجي تقولي انا مش قادره، بتدي لي بتنبهي عقلك ان انت مش قادره، فبيخليكي مش قادره فعلا. لكن اما تقولي لا انا نشيطه انا هقوم واعمل كده، بتحسي ان ربنا بيديكي قوه كده ونشاط. سمي الله وتوكلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتوكلي على الله. وقومي كده يلا خلصي اللي وراكي وشوفي عندك ايه. عندك حبه غسيل يلا نغسلهم سوا. هنا بقى كانت الغساله باظت مني، فصل الكهرباء، دخلت على حطيتهم في الغساله النص. كنت في الوقت ده سلقت حبه مكرونه، كان عندي صلصه في التلاجة قبلها بيوم، فانا قلت خلاص اعمل حبه مكرونه عشان ولادي، ما كترتش يعني. وسلقتها وصفتها وشطفتها، قلت هنا واعمل شربات بقى عشان هنعمل حاجه حلوه. بصوا كوبايتين دقيق هتعملي احلى حاجه حلوه، بس خليكي معايا. سهله وسريعه، وكنا بنعملها اساسا امي وانا صغيره كانت على طول بتعملها لنا، دي كانت اسهل حاجه حلوه بصراحه. جبت كوبايتين سكر، حطيت عليهم كوبايه ميه، نص السكر ميه، وعصرة ليمونة. ما بحطش فانيليا في الشربات عشان لو قعد شوية في قلب التلاجة غاب يعني يعني قعد يوم 2 3 ريحة الفانيليا ما تبقاش نفاذة فيه. هنا طبعا بقى كان عندي طبعا بطة بقى بطة. هنقول إيه سيدة الليلة حتة بطة يا بطة. طبعا هنا قلت بقى خلاص يعني اشغل عليها وهعمل بقى رقاق. انا ما بعملوش بلحمه يا جماعه، الرقاق هنا انا ما بعملوش بلحمه،
هتقولي لي ليه؟ هقول لك لان انا واخده عليه كده، انا عامله بط وبعدين توفير بقى، احنا مش هنعمل لحمه وبتاع، كل الدنيا غاليه يعني، حلوه قوي اننا عملنا بط. فخليكي اقتصاديه كده وما تقوليش لا لازم لحمه مفرومه. انا عندي ولادي ما بيحبوش الرقاق باللحمه المفرومه الا لما يكون شوربه بايته، ما فيهاش بقى لا ما فيش بط بقى ولا فراخ، شوربه بايته. ممكن اعمل رقاق واعمل احشي لحمه مفرومه. طبعا هنا جبت بقى الشوربه بتاعه البط، ظبطت الملح بتاعها وحطيت فيها فلفل اسود، حطيت معلقتين سمنه بلدي فيها معتبرين كده، وسيحت سمنه بلدي على حبه زيت بوصات عشان تدي للرقاق لون جميل هتشوفيه دلوقتي. وبدات ادهن الصينيه هنا ماده دهنيه اللي هي السمنه، وبدات هنا احط بقى كل رق بقى ابل الرقاق، واحط هنا معلقه سمنه ما بين الرق والرق والرق والرق، وبعدين حبة شوربة بصوت كده تملسي ايدك كده عشان يبقى برضو طالع معاكي طري او مش مبلول قوي، ويطلع مورق بقى كده وجميل. طبعا هنا بقى بدأت هنا ارصه بقى واظبطه، شايفين المنظر؟ انا بوريكم هنا ان انا كنت فرشت بقى الاوضه ومسحتها ورتبتها بصوا زي الفل، وسبت برضو الشباك مفتوح يهوي الاوضه شويه، وكنت نشرت الغسيل اللي هي الدفايات وطبقت الغسيل حطيته برضو في الدواليب. طبقي ورصي على طول. انا ولادي ما بيبقوا موجودين بديهم هم يطبقوا كل واحد يرص حاجته، لكن مش موجودين انا بخلص وانجز بسرعه وقبل ما يجوا يعني مش عايزه الدنيا تبقى قدامي مكركبه. في الوقت ده بقى خلاص كنا هنا بقى، كنت قربت على المغرب، كنت حضرت بقى الرقاق وحضرت الدنيا كلها. قلت بقى هنا النور هيتقطع عليا هتشوفوا دلوقتي، بس هشتغل يعني مش هبطل، انا عاوزه اخلص وانجز قبل ما النور يتقطع. طبعا هنا جبت كوبايتين ونص دقيق، حطيت عليهم نص معلقه فانيليا. هنا بقى بحط في العجين الفانيليا عشان طبعا دي حاجه هتتاكل في ثواني ومش مكتره بصراحه. هنا حطيت نص معلقه فانيليا، حطيت ذره ملح، حطيت معلقه سكر ما تكتريش عن معلقه عشان طبعا ما تتحمرش معاكي بسرعه، وحطيت هنا معلقه 4 معالق زيت، زيت طعام، وحطيت هنا معلقه سمنه بلدي حلوه معتبره سيحتها كده ونزلتها على العجين، ومعلقه وربع معلقه بيكنج باودر، ما تكتريش عن ربع معلقه علشان طبعا تدي ما تنفش معاكي يعني وتخلي العجينه معاكي مش كويس. والله دي العجينه دي بقى احلى من القطايف، طعمها تحفه. بس سيها بقى كده فركي، هي طبعا مش هتلم معاكي في التبسيس لان الماده الدهنيه قليله، فانت حاولي تبسسي وتفركي كده لحد ما الدقيق كله تحسي انه اتلم بالماده الدهنيه وكونتيه زي ما انا وريتهولك كده. عايزه بقى تعجني بزبادي ممكن تحطي معلقه ونص زبادي، عندك لبن، انا كان عندي لبن حطيت لبن. عايزه تعجنيها بميه بتبقى جميله قوي، اي عجنه، اسرع عجينه في الكون. انا امي الله يرحمها كانت بتعملها بسمنه بس، وما بتحطش لا بيكنج باودر ولا حاجه، بتطلع دايبه وناعمه كده، فاحنا عايزين فيها قرمشه تعمليها كده. طبعا انا ولادي كانوا عايزينها مقرمشه فانا غلطت، انا هبططها لك لو انت بتحبها طريه يعني فيها ذوبان بسيط كده اعمليها بطريقتي دي. عايزه فيها قرمشه وهقول لك دلوقتي هنعمل ايه، عشان برضو لو انت، وهعملها لكم مره في فيديو بقى لوحدها عشان تعمليها باللي هي تبقى زي الجلاش المقرمش كده. معلش انا بدات اخف يعني بس لسه البرد مأثر فيا. هنجيب بقى هنا الحشوه، انا هسيبها هنا ترتاح لمده تلت ساعه. قطعتها بعد العجن على طول وعملتها 3 كور، عايزه تعملهم 4 زي ما انت عايزه، وسيبها ترتاح لمده تلت ساعه. في الوقت ده بقى كنت سبت الشربات يبرد، وهنا الحشوه طبعا قلت هنعمل هنا حشوه جوز الهند وسوداني، سوداني مفروق مبشوق مطحون. هتحطي عليه معلقه سمنه بلدي هتدي طعم جميل قوي للحشوه، وهنحط معلقتين شربات كده عشان طبعا اما نحشيها ما تنزلش ولا تقع من ما تبقاش ما تيجي تاكليها كده الحشوه ما تبقاش تحسي انها مفلفله كده يعني، دي تبقى متماسكه. وابتدي اقلبهم تقليبه حلوه كده واركنهم على جنب. وحطيت هنا بقى نص معلقه قرفه فرقت وخلت ريحه السمبوكس بتاعنا جميله 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 وطعمها تحفه. والله طعمها جميل ومميزه فعلا، تستاهل ان انت تجربيها، وان شاء الله تقومي وتعمليها لاولادك، جربيها قبل شهر رمضان عشان طبعا تسجلي الوصفه دي رمضان. في الوقت ده بقى كان النور راح، بدأت هنا بقى اخد كل كورة كده ابططها وافردها يعني نص تبطيطة كده، وتبتدي تفرديها بالفرادة كده.
اللي عارفيني ومتابعيني انا مش شاطره في التبطيط، يعني ممكن اطلع لك جنب مظبوط وجنب مش مظبوط. باب النجار مخلع يا جماعه، فما حدش يتريق، انا بظبطها الظبطه اللي هي دي الظبطه بتاعتي. فالمهم ما ترققهاش قوي عشان ما تتقطعش منك والحشوه تطلع، وما تخنهاش قوي عشان طبعا ما تطلعش تحسي انها معجنه كده. اظبطي كده ركي، ما تحسي ان المفرش اللي تحت او الرخامه بانت بسيط كده خلاص، قطعي بقى. هنا طبعا ظبطتها، بدأت هنا اعملها بالطبق، يعني طبق بقى، كوباية، اي حاجة عندك قطعي، اعملي بقى الحاجة اللي هي المظبوطة اللي انتي هتعرفي تقطعي بيها. وابتدي اعملها سهلة وبسيطة وسريعة، وعملت حاجة حلوة في ثانية الا نص. إيه والله يا ولادي، وكل يعني بصهم كانوا فرحانين بقى، وشكلها جميل ولونها تحفة وطعمها اتحف واتم، والله ما استنى. حتى ولادي بيقولوا لي كنت كتري يعني، قلت لهم احنا صايمين يعني، فانا قلت ان انتم مش هتاكلوا. يعني انا عارفه في رمضان بنعمل حاجات بسيطه، فاحنا طبعا ادام صايمين بنعمل مجرد حاجات بسيطه عشان ما تباتش، لان انتوا عارفين في رمضان كل يوم عايزين نعمل حلويات من شكل. فانا ما رضيتش اكتر، لكن احنا لو احنا فاطرين وانا هعمل الوصفه دي كنت كترت كميه يعني. هنا طبعا بدات بقى ايه، افردها فرده بسيطه كده. الوقت ده بقى لو انت عايزاها مقرمشه، تجيبي طبق فيه حبه زيت بساط وتبللي ايدك كده وتفردي. الزيت ده اللي هيديكي لمعة للسمبوكسة، وفي نفس الوقت القرمشة اللي انا بقولك عليها. لكن لو عايزاها طريقة زي القطايف، هي الطريقة دي وسهلة عن طريقة القطايف بصراحة. هتغنيك ان انت تجيبي قطايف في شهر رمضان وتعمليها. دفي بيتك يلا وقومي اعملي كده لولادك حلو. طبعا انا بعمل هنا ومستقينصة بقى، يعني هنا كنت بعمل بقى، كنت مصلية وشقتي زي الفل، ونشرته وغسلته وطبقته. بصوا طبق وعملت الاكل جهزته، قلت اسيب الجلاش بقى الرقاق على الفطار، قبل الفطار يعني بربع ساعه كده ادخله الفرن، واحمر بقى البط والمكرونه، بس يا دوبك اوطي لها النار شويه وخلاص. وده كان اكلنا بقى. بصوا في هقول لكم في شهر رمضان في موسم رجب. ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، واللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان شاء الله واحنا في احسن حال. هنا طبعا بقى بدأت اقفل بايديا، وبدأت الشوكة هنا اثبت التقفيلة علشان طبعا ايه ما تفكش مني في التحميل. وابلل بقى الحروف، يعني خلي بالك ان انت تحطي طبق كده وتقومي جايه مبلله حروف العجينه، عشان طبعا لما تقفلي تتقفل معاكي بالضبه والمفتاح ما تفتحش خالص. وابتديت هنا اجي بقى بظهر المعلقه كده، وابتدي ايه انغزها. شفت النغزات اللي انا عملتها؟ بدي شكل بس جميله. وابتدي بقى ارصي كده. خدوا بالكم ان كل ما السمبوكسه تشتغلي فيها، ويعني ما تقلقيش خالص لو سبتيها، كل ما تسيبها شويه على الصينيه كده وتغطيها ربع ساعه نص ساعه، كل ما تديكي في التحمير تبقى جميله وتحفه، يعني ما تقلقيش من ركنتها. يعني ممكن تعمليها كده وقبل الفطار تحمريها، بس انا بصراحه كنت مستعجله عايزه اخلص، عشان مش عايزه ساعه ما قبل ما افطر الدنيا تبقى قدامي مكركبه والمنظر يعني مضايقني. لكن هنا انا بحب احضر واغسل الاطباق واغسل المواعين، علشان طبعا اما افطر يبقى حاجات بسيطه ما تعبش. هنا بدي هنا الميه اهوت زي ما انا بقولك على الحروف. حبيت اوريكم المنظر ده عشان لو اللي ما خدش باله يعني ياخد باله. هنا قبل ما تحشيها او اي حاجه مرري دايره كده بالميه خفيف خالص، عشان لما تيجي تقفلها تتقفل معاكي على طول وما تتعبكيش. حتى في القطايف اي حاجه، السمبوسه تعملي نفس العمله دي عشان طبعا تتقفل معاكي بكل سهوله. وابتدي اوزع الحشوه هنا كلها على العجينه، وابتدي هنا اقفل واظبطها. ظبطي التظابيط وشقلطي الشقاليط، وقومي يلا اعملي على ولادك حاجه حلوه دلوقتي، حسسهم بجو رمضاني كده. وجربي الوصفه دي لشهر رمضان الكريم، عشان طبعا لو عجبت ولادك تحاولي ان انت تكتري في رمضان عشان تدي لحبايبك كده وتدي كل اللي بتحبيهم، وتعرفيهم ان انت ست بيت ممتازه. حطيتي لي اللايك ولا ما حطيتيش؟ يلا حطي اللايك شجعيني علشان انزلك بفيديوهات ووصفات جديده. ولو بيعجبك الروتينات اللي انا بعملها والوصفات اكتبي لي علشان انزلك بروتينات مع وصفات. لكن لو مش عاجبك الروتين خليني اعمل لك وصفات بس. اتشجعي يلا معايا، علشان طبعا داخلين على شهر رمضان هنعمل تنظيفات بقى العميقه. استني معايا علشان طبعا هتتشجعي ان شاء الله. اوريكي هنبتدي ازاي، هنبتدي نعمل ايه الاول علشان تبقى تعملي كل حاجتك بكل سهوله، وتعملي كل حاجتك بكل حب، وتحسي ان انت فرحانه كده وانت بتعملي الحاجه مستقينصه كده ومنشكحه.
طبعا هنا هبتدي انغز بقى زي ما انت شايفه كده شايفه الشكل جميل قوي والله، وطعمها جميل. وبدات بصوا انا سبتها هنا بتاع نص ساعه، وكان النور برضو رايح لان النور بيروح ساعتين وساعات ساعتين ونص. فابتدي هنا اغلي بقى يعني اجيب حبه زيت. طبعا ما رضيتش بقى اكبر الصينيه علشان طبعا بنقتصد في الزيت، الزيت غالي يا جماعه. بس هي بصراحه والله ما شربتش زيت خالص والزيت فاض. قلت طب يا ريتني كنت كترت الكميه، يعني انا عامله كميه بسيطه علشان طبعا الزيت عندي ما يحس يعني ما احسش ان انا هفرط في الزيت يعني. شايفين بتقب ازاي من ابابانها، مش عارفه اقلبها ولونها جميل تحفه. هنا طبعا كنت غسلت بقى الحله بتاعه البط وصفيت الشوربه اللي انتوا شايفينها دي وغليت لبن وكل ده والنور مقطوع، وغسلت البوتاجاز وخليت الدنيا زي الفل يعني اول باول كده، عشان طبعا اما افطر انا في رمضان كده ده روتيني، بخلي حاجتي زي الفل قبل الفطار وبعد الفطار الطبقين اللي بيطلعوا. طبعا هنا كان اللي بيطلع بقى برشرش عليه شربات كده، عايزه تغطسيه غطسيه، بس هقول لك رشرشي احسن عشان ما تطرش منك. يعني انا برشر زي ما انت شايفه كده وده بصوا تحفه، لونها جميل، ريحتها روعه، قلبت لي الشقه حرفيا. طعمها مميز وعجبت ولادي قوي 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 قوي. هعملها لكم برضو بطريقه اللي هي المقرمشه خالص، بس دي والله كانت هشه ودايبه كده. واسهل حاجه تعمليها في شهر رمضان في ثانيه الا نص، لو انت عازمه حد ومحتاره اعمليها. هتلاقيها سهله وبسيطه وشايفه من جوه فاضيه خالص وقبه وطعمها جميل. انا هنا اقطع لكم انها عامله زي الجلاش، ولا منها جلاش ولا منها بسبوسه ولا منها سمبوسه. هي حاجه طعمها جميل كده، واحلى من القطايف واحلى من الجلاش بصراحه. طبعا الدنيا غلا، واعملي يلا كوبايتين ونص دي مش يعني ربع كيلو دقيق. طبعا هنا كان الجلاش بقى حطيته في الفرن، كان خلاص بقى هنا خلاص فاضل 10 دقايق والمغرب يأذن يعني. شايفين زي الفطير بالظبط، فطير مشلتت يا اخواتي، الفطير المشلتت ده. ولادي بيعشقوا اسمه ايه ده، آه، انا نسيت. الرقاق بطريقتي، وده كان اكلنا النهارده وفطرنا. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم، وعملت عصير مانجا اهوت، واشوفكم في فيديو جديد مع الف